السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال تالتة اعدادي؟ طبعا انا عارفة ان انتوا دلوقتي مش عارفين ولا تتبسطوا بالعيد ولا تتبسطوا باي حاجة خالص، بس انا هقول لك تاني خلاص فاضل تكة صغيرة وخلاص الموضوع هينتهي. النهارده هحل لك نماذج كتاب الاضواء. النماذج دي حلوه جدا ومهمه جدا وفيها اسئله كويسه جدا جدا جدا، فعشان كده انا قررت احلها لك النهارده، وباذن الله هتجمع كل افكارك. طبعا قبل ما تتفرج على الفيديو ده لازم تكون شفت المراجعه كامله، شرح كامل. بعد الشرح الكامل تعالى وحل معايا النماذج، ان شاء الله مش هيخرج براها اي سؤال، لان احنا هنكون حلينا كل الافكار. وما تنساش ان انا هلم لك العلوم كله في 10 دقايق، وما تنساش ان انا هديك الامتحان المتوقع. يلا سمي الله ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهات ورقه وقلم. ما تنساش الورقه والقلم عشان هقول على حاجات مهمه جدا انت لازم تكون واخد بالك منها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول نموذج واول سؤال بيقول لي استخرج الكلمه غير المناسبه. في السؤال دوت لازم تركز كويس جدا. هو بيقول لك طلع الكلمه اللي مش مناسبه واكتب اللي يربط باقي الكلمات ببعضها. السؤال دوت تقرا واحده واحده. طيب طبيعه المتفاعلات، درجه حراره التفاعل، تركيز النواتج، العوامل الحفازه. اسال نفسي سؤال، ما تسرعش في الحل واقول لنفسي هو في حاجه اسمها تركيز نواتج؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. طب امال تركيز ايه؟ تركيز المتفاعلات. هنا كاتب لي تركيز النواتج، صح؟ فاعمل ايه؟ الكلمه المختلفه هي تركيز النواتج، هكتب له تركيز النواتج. ركز في طريقه الحل. طيب ايه اللي يربط بقى طبيعه المتفاعلات ودرجه الحراره والعوامل الحفازه ببعض؟ ان دي العوامل التي يتوقف عليها سرعه التفاعل الكيميائي، او العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي. تمام؟ طيب يلا نكمل. بيقول لي اليورانيوم، السيزيوم، الباريوم، الراديوم. بص هو هنا ناصح، حط لك كلهم اللي بينتهوا بيوم عشان اول ما تشوفها تقول الكلمه المختلفه فتغلط فيها. لو ركزت كده هتلاقي اليورانيوم، السيزيوم، الراديوم، الثلاثه دول عناصر مشعه. طيب الباريوم ده لا طبعا مش عنصر مشع، ده عنصر عادي. تمام؟ طيب يبقى هقول له الباريوم هو اللي مختلف. طيب اللي بيربط الثلاثه دول عناصر مشعه. تمام؟ طيب بيقول لك كروموسوم، دي ان ايه، بروتين، ار ان ايه. ايه اللي مختلف؟ الار ان ايه. طيب اقول له الار ان ايه. طب ليه الار ان ايه هو المختلف؟ ايه اللي بيربط الكروموسوم والدي ان ايه والبروتين ببعض؟ دول التركيب الكيميائي للكروموسوم. التركيب الكيميائي للكروموسوم. يلا نكمل. أجب عن الأسئلة الآتية. وضح بالمعادلة الرمزية الموزونة ما يلي. بص بقى، سؤال المعادلة ده سؤال مهم جدا. بص اعتبر الفيديو ده ان انا بدربك على الأسئلة بتيجي ازاي وانت تفكر ازاي وانت بتحل. ما هو الحل ما ينفعش يبقى بشكل سريع كده وعشوائي، امال ايه؟ لازم احل بتأني. خلاص؟ طيب هنا هيجيلك لازم سؤال معادلة. هنا بيقول لك إضافة قطعة مغنيسيوم إلى محلول كبريتات النحاس. قبل ما تحل اسمع كلامي وبقلم رصاص. إضافة قطعة مغنيسيوم، أنت داخل الامتحان وعارف إن المغنيسيوم رمزه Mg. طيب إلى محلول كبريتات النحاس. بص بقى في الحوار دوت تعمل إيه؟ النحاس Cu، طب والكبريتات SO4. أديني كتبت الصيغة. فيها حاجة صعبة؟ ركز. في حاجة صعبة؟ لا. أحط سهم على النحاس واكتب النحاس واكتب مجموعة الكبريتات، كده أنا طلعت الصيغة الكيميائية. طيب هو قال لي إضافة قطعة مغنيسيوم يبقى Mg أهو، زائد قال لي كبريتات نحاس Cu SO4. يا ميس دي معادلة إحلال، صح؟ طيب يعني كده المفروض اشوف المغنيسيوم هيحل محل النحاس ولا لا. هقول لك برافو عليك. فاكر لما قلت لك انك لازم تحفظ الخمس عناصر اللي تحت الهيدروجين؟ هتقول لي كانوا ايه هما؟ نحاس، فضة، زئبق، بلاتين، ذهب، صح؟
صح، يعني التلاتة دول اقل نشاط من الهيدروجين. طيب يعني معنى كده ان المغنيسيوم قبل الهيدروجين، يعني انشط من النحاس، صح؟ يعني هيحل محله هيطردوا بره، هيبقى MgSO4 زائد الCu هيترسب. خليك عارف ان الCu هيترسب كده. انا حليت له السؤال اللي هو عايزه. طيب بيقول لي تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة. نفس الطريقة يا حبيبي، فوق الصوديوم حط Na، والكلور اللي هو الكلوريد يعني Cl، اديك كده كتبت المركب. طب نترات الفضة، فوق الفضة هتكتب رمزها Ag. طب ومجموعة النترات NO3، كده انت كتبت المعادلة. خلاص؟ طيب باقي بس ان احنا ننسق المعادلة. قال لي تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع نترات الفضة اهو، NaCl زائد AgNO3. طيب تعالى هنا، الاي ده ايه؟ مش ده تحت الهيدروجين؟ تحت الهيدروجين، يعني اقل نشاط. اقل نشاط. والصوديوم ده فوق خالص في المتسلسله. ده فوق خالص، يعني هو اللي هيحل محل الفضه، صح. يعني هيجي دوت يطرد دوت بره، هيجي دوت يطرد ده بره، فهيديني ايه؟ NaNO3 نترات الصوديوم. طيب اسال نفسي ايه اللي اتبقى Ag واتبقى Cl، يبقى زائد AgCl. خلاص؟ طيب وبرده ده هيترسب. اتفقنا ازاي بنكتب المعادله؟ طيب دي معادله ايه؟ ده احلال مزدوج. خلاص؟ بص هو بيجيب لك المعادلات بتكون بسيطه، فعشان كده قلت لك ان اسهل طريقه انك تحفظ اخر المتسلسله اللي هو تحت الهيدروجين، عشان انت بناء عليه هتعرف تحل كويس جدا ان اللي تحت الهيدروجين ما ينفعش ابدا يحلوا فوق اللي هم فوق الهيدروجين، ما ينفعش ابدا. تمام؟ طيب دي طريقة كتابة المعادلات. اتمنى تكون خدت بالك كويس قوي ازاي تكتب المركب بكل بساطة، انك اصلا لازم تكون داخل الامتحان عارف ايه هي العناصر وايه هي المجموعات الذرية، وتكون عارف كويس جدا ازاي بتكتبهم. خلاص؟ ودي طريقة بسيطة ان انت تعرف ازاي تكتبهم. بيقول لي ثانيا اذكر مثال لمصدر طبيعي للتلوث الاشعاعي. ايه المصدر الطبيعي؟ قال لك الاشعة الصادرة من الفضاء. الاشعة الصادرة من الأشعة الكونية الصادرة من الفضاء، دي بتعمل تلوث إشعاعي طبيعي لأن أنت مش بتتحكم فيها. خلاص؟ أنت مش بتتحكم فيها، عشان كده ده مصدر طبيعي. خلاص؟ طيب قال لك من الشكل المقابل اذكر اسم الهرمون الذي يفرزه العضو بي ويعمل على. تمام؟ وكتب لك الاسئله. العضو بي، اسال نفسي العضو بي ده ايه؟ العضو بي ده البنكرياس. ليه؟ لان احنا قلنا البنكرياس بيقع ما بين ايه؟ ما بين المعده والامعاء الدقيقه، بيقع ما بين المعده والامعاء الدقيقه. كلام جميل. اسال نفسي في السؤال اللي زي دوت البنكرياس اصلا بيفرز ايه؟ البنكرياس بيفرز هرمونين. ايه هما الهرمونين؟ الانسولين والجلوكاجون. صح كده؟ دي اول حاجه اعملها وانا بقرا السؤال، ولازم اكون عارف الموقع، ان انا عارف ان هو ما بين المعده والامعاء الدقيقه. خلاص؟ يبقى بي ده مين؟ البنكرياس. ماشي؟ طيب قال لك واحد يحفز خلايا العضو A لتحويل الجلايكوجين المختزن الى سكر الجلوكوز. مين اللي بيحول الجلايكوجين لسكر جلوكوز؟ الجلوكاجون. الجلوكاجون. تمام؟ طيب قال لك بخفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم. مين اللي بيقلل مستوى سكر الجلوكوز في الدم الى المستوى الطبيعي؟ الانسولين. خلاص؟ في مشكله؟ خلينا افكرك تاني ان الجلوكاجون بيعمل ايه؟ الجلوكاجون بيرفع مستوى السكر الى المستوى الطبيعي. طيب الانسولين بيخفض مستوى السكر الى المستوى الطبيعي. اتفقنا؟ طيب بعد كده بيقول لك صوب ما تحته خط. تنحل معظم كبريتات الفلزات عند تسخينها الى اكسيد الفلز وغاز ثاني اكسيد الكربون. لا، امال الى ايه؟ ثالث اكسيد الكبريت. طب انت عرفتي منين يا ميس؟ بص بيقول لك كبريتات الفلزات هتنحل ازاي كبريتات الفلزات؟ يعني مثلا CuSO4
SO4. قلنا لما بتنحل بالحرارة بتديني أكسيد النحاس زائد SO3. تمام؟ طيب SO3 دوت اللي هو ثالث أكسيد الكبريت، يبقى أقول لأ، ثالث أكسيد الكبريت. خلاص؟ طيب بيقول لك الشغل المبذول اللازم لنقل كميه من الشحنه الكهربيه بتساوي 36 كولوم. يعني دي كميه الكهربيه 36 كولوم بين طرفي موصل. اذا علمت ان فرق الجهد، تمام، فرق الجهد بين طرفيه 12، يعني فرق الجهد 12 بيساوي 3 جول. لا، ما احنا محتاجين نحل. طيب هو الشغل المبذول بيساوي ايه؟ بيساوي ج. الشغل المبذول بيساوي ج في كاف. صح؟ عرفتي منين يا مس؟ من المثلث. عرفتي من المثلث. تمام؟ ج كاف. هو دلوقتي عايز الشغل، يبقى ج في كاف. طيب ج بكام يا حلوين؟ ب 12. طيب وكاف كمية الكهربية 36. طب 12 في 36 تقريبا 432. 432. طب 432 ايه؟ جول. اوعى تنسى 432 جول. طبعا دي بالانجلش، انت اكتبها بالعربي. يعني اهو 432 جول. 432 جول. خلاص؟ تفرز الغدة الدرقية هرمون النمو. الغدة الدرقية بتفرز كام هرمون؟ 2. اسمهم ايه؟ ثيروكسين وكالسيتونين. اكمل قرايه عشان اعرف هو بيسالني على انهي واحد فيهم، ثيروكسين ولا الكالسيتونين. طيب الذي يعمل على ضبط مستوى الكالسيوم. قلت لك طالما كالسيوم كالسيتونين، يبقى الكالسيتونين، يبقى هرمون الكالسيتونين. طيب ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ وصول تركيز المتفاعلات في التفاعل الكيميائي إلى الصفر. معنى إن تركيز المتفاعلات بقى صفر، معنى كده إن تركيز النواتج 100%. هقول أي أن تركيز النواتج يساوي 100%. طبعا احنا اتفقنا ان في بدايه التفاعل المتفاعلات بتكون 100% والنواتج صفر، لان مفيش نتيجه في البدايه. طب في نهايه التفاعل النواتج بتكون 100% والمتفاعلات بتكون صفر. ركز اهم حاجه في طريقه حل الاسئله. طيب بيقول لك ماذا يحدث عند تزاوج فردين نقيين مختلفين في زوج واحد من الصفات المتضاده بالنسبه للجيل الاول والجيل الثاني. يعني قال لك لو مثلا زوج لونه اصفر اتجوز لون اخضر، ايه اللي هيحصل؟ ايه ناتج التزاوج في الجيل الاول والجيل الثاني؟ هينتج افراد الجيل الاول تحمل صفه سائده من احد الابوين. يبقى الجيل الاول هيكون ايه؟ بيحمل صفه السائده من احد الابوين. يبقى ينتج افراد تحمل الصفه السائده من احد الابوين. تمام؟ ينتج افراد تحمل الصفه السائده من احد الابوين. افراد الجيل الاول. اذكر له عشان هو عايز الجيل الاول والجيل الثاني. يبقى ينتج افراد الجيل الاول بتحمل الصفه السائده من احد الابوين. تمام؟ ويظهر في الجيل الثاني ويظهر في الجيل الثاني الصفة السائدة والمتنحية بنسبة 3:1. تمام؟ وتظهر في الجيل الثاني الصفة السائدة والمتنحية بنسبة 3:1. طبعا احنا عارفين 3 ده الصفة السائدة، 1 متنحية، يعني 25 متنحي و75 سائد.
تمام. طيب بيقول لك ماذا يحدث لو توقف البنكرياس عن افراز هرمون الجلوكاجون؟ قبل ما تجاوب على السؤال ده اسال نفسك سؤال واحد، الجلوكاجون بيعمل ايه؟ الجلوكاجون بيرفع مستوى السكر، تمام، بيرفع مستوى سكر الجلوكوز في الدم الى المستوى الطبيعي. يعني معنى كده ان مفيش حد هياخده غير اللي عنده هبوط في السكر، ما عندوش يعني السكر بتاعه وطي فمحتاج السكر يرفع فبياخد ايه؟ جلوكاجون. صح. طيب ايه اللي هيحصل لو ما تفرزش هرمون الجلوكاجون؟ يبقى هينخفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم الى مستوى اقل من الطبيعي، يبقى ينخفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم الى مستوى اقل من المستوى الطبيعي. طيب بعد كده بيقول لي موصل كهربي فرق الجهد بين طرفيه 18 فولت، فرق الجهد بين طرفيه 18 فولت، يبقى ج 18 بيمر فيه تيار كهربي شدته 2 امبير. يعني شده التيار 2 امبير، تم توصيله بمصدر كهربي اخر فزادت شده تياره بمقدار 3. ركز في الالفاظ، تمام. عايز بيقول لك احسب فرق الجهد بين طرفي الموصل. هو دلوقتي عايز فرق الجهد بين طرفي الموصل، تمام. طيب هو دلوقتي مديك مين؟ مديك فرق الجهد ومديك شدة التيار. طيب انا محتاج دلوقتي اجيب المقاومة، طيب المقاومة بتساوي ايه؟ المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة التيار، صح. طيب فرق الجهد بكام؟ ب 18 على فين شدة التيار؟ شدة التيار ب2، 18 على 2 فيها ال9، فيها ايه؟ ال9. طب 9 ايه؟ 9 ايه؟ مش دي مقاومة؟ يبقى 9 اوم. خلاص. طب انا جبت كده المقاومة. بعد كده بيقول لي ان شدة التيار، هو عايز فرق الجهد الجديد بعد ما اجيب شدة التيار الجديدة، عشان بس تفهم. انا جبت المقاومة، هو عايز بقى شدة التيار، عايز فرق الجهد بشدة التيار الجديدة. طيب يعني انا كده هجيب شدة التيار، هقول له ت اللي هي شدة التيار بتساوي، هي كانت بكام؟ ب2، صح؟ ب2 امبير. قال لك زادت بمقدار 3 امبير. ركز، لما يقول لك مقدار اجمع القديمة مع الجديدة. ركز تاني، كلمة مقدار معناها اجمع شدة التيار القديمة مع شدة التيار الجديدة. طب لما يقول لك زادت للضعف، الضعف ده معناها ان انت هتضرب، يعني نفترض ان هو غير لك كلمة مقدار دي وقال لك ضعف، يبقى معناها 2 في 2، لان الضعف يعني الاتنين مضروبة في 2 مرتين. خلاص. طيب قال لك بمقدار، يبقى 2 زائد الرقم اللي هو مديهولك، 2 زائد 3. اتفقنا؟ يبقى كلمة مقدار بجمع قديم وجديد، طيب كلمة ضعف بضرب. اتفقنا؟ طب يبقى 2 زائد، قال لك بمقدار 3، 2 زائد 3 بتساوي كام؟ بتساوي 5. 5 ايه؟ 5 امبير. 5 امبير. ليه؟ لان انا بجيب شدة التيار. طب خلاص انا كده معايا مقاومة ومعايا شدة تيار، اعرف اجيب فرق الجهد. طيب فاكر المثلث ده كان بيقول ايه؟ مقاومة، فرق الجهد، شدة تيار. طيب يعني انا عشان اجيب فرق الجهد هيبقى المقاومة في شدة التيار. المقاومة بكام؟ ب9. وشدة التيار اهي 9 في 5. 9 في 5 بكام؟ 9 في 5 ب45. 9 في 5 ب45. طب 45 ايه؟ 45 مش هو بيكلمك هنا على فرق الجهد؟ يبقى 45 فولت. 45 فولت. كده اتحلت المسألة. ماشي. طيب بيقول لي في التفاعل التالي حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل. صدقني ده لو واحد مش بيقرأ الأسئلة بتمعن هيتلخبط فيها. طب ليه؟ عشان هو هنا ما سألكش على عملية، امال سألك على ايه؟ على العامل. طيب وانا قلت لك ان العامل عكس العملية، فعشان تسهل الموضوع على نفسك وما تتلخبطش تعالى هنا. احنا قلنا ان دايما اللي بيفقد دايما عملية أكسدة، دايما اللي بيفقد بيحصل له عملية أكسدة. عملية أكسدة. طيب يعني معنى ان هو حصل له عملية أكسدة يعني عامل مختزل. طب الكلور حصل له عملية
اختزال، لان قلنا اللي بيكتسب بيحصل له عمليه اختزال. يعني معنى كده ان الكلور عامل مؤكسد. بس كده احنا حليناها خلاص. يبقى هقول له العامل المؤكسد. مين العامل المؤكسد يا حلوين؟ العامل المؤكسد الكلور. طيب والعامل المختزل الصوديوم. العملية عكس العامل. طيب بيقول لك أكمل العبارات الآتية. يكون عاملي الصفة الوراثية متشابهين في الفرد. إمتى بيكون عاملي الصفة متشابهين؟ لما بتكون نقية. يبقى لما يكون الفرد نقي. لما بيكون الفرد نقي. طيب بيستخدم جهاز نقط لقياس فرق الجهد الفولتميتر. مش الفرق الجهد وحدة قياس الفولت بس، يبقى الفولتميتر. الفولتميتر. طيب يعرف تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وميه باسم التفاعل التعادل. علل. يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر. قلت لك لان التيار المتردد يمكن نقله الى مسافات قصيره او بعيده. اقول لانه يتم نقله الى مسافات قصيره او بعيده. تمام. وحاجه كمان، ويمكن تحويله إلى تيار مستمر على عكس التيار المستمر. يبقى أنا عندي التيار المتردد أقدر أنقله لمسافات قصيرة أو مسافات بعيدة طويلة، تمام، وأقدر أحوله لتيار مستمر. لكن التيار المستمر بنقله لمسافات قصيرة بس، وما ينفعش إن أنا أحوله لتيار متردد. خلاص. بعد كده بيقول لي علل. يطلق على الغدة النخامية سيدة الغدد الصماء. ليه اسمها سيدة الغدد الصماء برغم ان هي صغيرة جدا؟ تمام. قال لك لانها تفرز هرمونات تعمل على تنشيط باقي الغدد. هي اللي بتفرز الهرمونات اللي بتنشط باقي الغدد. هقول لانها تعمل على فرز هرمونات تنشط عمل باقي الغدد الصماء الأخرى. يبقى لأنها بتفرز هرمونات بتعمل إيه؟ بتنشط باقي الغدد الصماء الأخرى. طيب بيقول لك التفاعلات بين المركبات الأيونية بتكون سريعة بينما المركبات التساهمية بتكون بطيئة. قلت لك إن ليه المركبات الأيونية بتكون سريعة؟ هقول لأنها تتأين كليا. لأنها تتأين كليا وبتتم بين أيونات. يبقى أقول له لأنها تتأين كليا وتتم بين الأيونات وبعضها. بينما المركبات التساهمية يصعب تأينها وتتم بين الجزيئات وبعضها. وبتتم ما بين الجزيئات وبعضها. طيب بيقول لي الشكل البياني المقابل بيمثل العلاقة ما بين التركيز والزمن لتفاعل ما. حدد كل مما يأتي: المتفاعلات والنواتج والعامل الحفاز. كلام حلو قوي. هيجيب لك رسمة زي دي ويقول لك طلع المتفاعلات والنواتج والعامل الحفاز. انا قلت لك في بدايه التفاعل المتفاعلات بتكون 100%. يعني معنى كده ان هي بتكون بادئه من فوق من 100%. طب والنواتج بتكون صفر. هو في نتيجه في البدايه؟ لا، النواتج في البدايه بتكون صفر، يعني بتكون طالعه من المكان ده. طيب العامل الحفاز بقى، العامل الحفاز ما بيأثرش على بدايه او ايقاف التفاعل، ملوش علاقه ببدايه وايقاف التفاعل، يعني هتلاقيه ماشي في حاله.
خلاص كده اتحلت. خلاص طيب يعني المتفاعلات سي ودي. طب يا ميس ازاي؟ اهو بص الاتنين بادئين منين؟ من فوق. طالما بادئين من فوق يعني التفاعل كان 100%، يبقى دي المتفاعلات. يبقى اول حاجه المتفاعلات سي ودي. خلاص. طب النواتج يلا عبال ما اكتب انت قول لي النواتج اهي اللي طالعه من الصفر ايه؟ النواتج ايه؟ طيب العامل الحفاز، يلا حل عبال ما اجيلك. العامل الحفاز اهو اللي ماشي في حاله بي. العامل الحفاز مين؟ بي. كده اهي انا حليت لك السؤال بكل بساطه. ركز في الرسمه دي عشان هيجيب لك رسمه زيها، ما تخسرش درجات على الفاضي. الموضوع سهل وبسيط. طيب بيقول لك اكتب المعادله المعبره عن التفاعل باستخدام الرموز المعطاه. هو مديك المتفاعلات ومديك النواتج ومديك العامل الحفاز وعايز معادله. هل الموضوع صعب؟ الموضوع مش صعب. تعالى كده، تعالى هنا. اول حاجه السي بادئه من فوق قوي، يعني انا عندي السي تمام 2 من دي. يعني بص الدي قد ايه؟ لو جيت قسته هتلاقي ان السي ضعف الدي. يعني ايه ضعف الدي؟ يعني عدد مولاتها اكتر، يعني 2 سي زائد دي. 2 سي زائد دي. طيب هتديني ايه؟ هتديني 2 ايه. طب عرفتي منين يا ميس ان هما 2 ايه؟ لان بص خط الايه مساوي لخط السي، يعني عدد المولات بيساووا بعض، يعني هيديني 2 ايه. طيب العامل الحفاز اكتبه فين؟ اكتبه فوق. خلاص اتفقنا؟ اهي المعادله بكل بساطه. يلا بينا نكمل. بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه. العمليه اف اي ده فلز. يعني الموضوع سهل لو انت فهمت. قلنا عمليه الاكسده ده اللي بيفقد، يعني مين اللي هيفقد؟ الفلزات. مين اللي هيفقد؟ الفلزات. طب انا هعرف منين؟ انت مش شايف ان ده حديد؟ كده دي اول حاجه انت عرفت منها ان ده فلز. تاني حاجه انت مش شايف الموجب؟ يبقى انت كده عرفت ان هو فلز. طب الفلز ده يعمل ايه؟ هيفقد. الفلز ده يعمل ايه؟ هيفقد. طيب هو بيقول لي بتمثل عمليه ايه؟ قلت لك اي حاجه بتفقد بيحصل لها عمليه اكسده. طب لو سالني على العامل هيبقى عامل مختزل. طيب بيقول لي دائره كهربيه بتتكون من بطاريه قوتها الكهربيه الدافعه 3 فولت. تمام؟ طيب موصل معها على التوالي مقاومه مقدارها 6 اوم، فتكون شده التيار. هو هنا عايز شده التيار ومديني فرق الجهد ومديني المقاومه. فرق الجهد بكام؟ ب 3 فولت. طب والمقاومه 6. 3 على 6 فيها كام؟ فيها النص. 3 على 6 فيها النص امبير عشان هو عايز شده التيار. خلاص يبقى فيها كام؟ نص. اتفقنا؟ طيب نسبة الصفة المتنحية في الجيل الأول. متنحية في الجيل الأول من غير ما تفكر وتكمل قراية. نسبة الصفة المتنحية في الجيل الأول كام؟ صفر. مفيش. بتنعدم الصفة المتنحية في الجيل الأول وبتظهر في الجيل الثاني بنسبة 25 اللي هو 3 إلى 1. تمام؟ يبقى صفر. ما المقصود بكل من؟ بيقول لي ما المقصود بشدة التيار الكهربي؟ أول حاجة تعملها يا باشا تكتب القانون عشان تعرف تجيب شدة التعريف. طيب ده كمية الكهربية المرة عبر مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانية. خلصت خلاص. هقول له كمية الكهربية المرة عبر موصل في الثانية الواحدة. شفت جبناها من القانون ازاي؟ بكل بساطة. قال لك شدة التيار، كتبت له القانون وقلت كمية الكهربية المرة عبر موصل في الثانية الواحدة. خلص القانون وخلص التعريف. طيب بعد كده التلوث الإشعاعي ده ارتفاع الإشعاعات النووية ونوعيتها في البيئة. تمام؟ ارتفاع الإشعاعات النووية وزيادة نوعيتها في البيئة. طبعا احنا متفقين ان الاشعاع النووي لما بيزيد في البيئة وبيختلف انواعه يعني بيبقى كتير بيعمل لي تلوث اشعاعي. تمام؟ طيب مبدأ السيادة التامة ده ظهور الصفة الوراثية السائدة في
أفراد الجيل الأول. يبقى ظهور الصفة الوراثية السائدة في أفراد الجيل الأول ده اسمه إيه؟ اسمه مبدأ السيادة التامة. يلا نكمل. طيب السؤال ده لازم يجيلك منه واحد، السؤال ده لازم يجيلك منه واحد في الامتحان، والموضوع سهل جدا، يعني لعبة، يعني انت لو ضيعته منك تبقى دي لعبة. طب يلا نلعبها مع بعض واسهلها عليك. بيقول لي عند تزاوج نباتي طماطم، تمام، احدهما ثماره حمراء ار كابيتال ار سمول، والاخر ثماره صفراء ار سمول ار سمول. طيب يعني الراجل كتر خيره مديك الاباء، هو مديك الاباء. طيب وهي صفه دائما متنحيه، وهي صفه دائما متنحيه، نتج البعض احمر الثمار والاخر اصفر الثمار. طب ما تيجي نشوف، انا معايا الاباء. تعالى كده في الحته الفاضيه دي، سؤال زي ده هو مبسطها لك جدا، وانت عليك ان انت تجيب الافراد. خلاص. طيب هو مديك الاباء، مديك جاهز الاباء، شايف قال لك اهو الاباء، تمام، الاباء اهي، انت جوزهم لي، ماشي. اول حاجه نعملها، بص بقى الطريقه التحفه. اول حاجه احنا معانا الاباء، ايه هم الاباء؟ ار كابيتال ار سمول، تمام، حصل ما بينه تزاوج مع ار سمول ار سمول، صح كده؟ صح. تاني حاجه لازم افك الامشاج، مش احنا قلنا عند تكوين الامشاج بتنعزل العوامل؟ طب ما يلا نعزل العوامل. طيب تفتكر ده لما هيتفك الايه؟ هيتفك الاثنين، لار كابيتال ار سمول. طب ودوت لما هيتفك الايه؟ برضه هيتفك الاثنين، ار سمول، صح كده؟ صح. اخر حاجه انك تجيب الافراد. هجيب الافراد ازاي؟ ركز، الاول بيتجوز الاول، يعني هيديك ايه؟ ار كابيتال ار سمول. طب وبرضه الاول بيتجوز التاني، يبقى الاول بيتجوز الاول وبيتجوز التاني، والتاني بيتجوز الاول وبيتجوز التاني. طيب الاول برضه اتجوز التاني، هيديك ايه؟ هيديك ار كابيتال ار سمول. طيب تعالى التاني بيتجوز التاني، الاول قصدي، هيديني ايه؟ ار سمول. برضه التاني هيتجوز التاني، يبقى هيديني ار سمول. ده انا كده لاحظت حاجه مهمه. انا لاحظت ايه؟ لاحظت ان طلع من عندي 50 ثماره حمراء و50 ثماره صفراء، يعني هقول له 50% ثمار صفراء، 50% ثمار حمراء، وكده اتحلت بكل بساطه. خلاص، يعني 50 متنحي و50 سائد هجين، اللي هو غير نقي، سائد غير نقي اللي هو فرد هجين. تمام. طيب في سؤال تاني، فين هو؟ بيقول لي اذكر استخداما للطاقة النووية في مجال الطب. الطاقة النووية في مجال الطب بتستخدم في ايه؟ في علاج وتشخيص بعض الامراض، زي ايه؟ زي الاورام السرطانية. علاج وتشخيص بعض الأمراض، الأورام السرطانية. خلاص اهي، خليك عارف كويس قوي بتتحل ازاي، وانا وريتك الخطوط بتتعمل ازاي، اوعى تنسى، عشان ده من اسهل انواع الاسئله اللي ممكن يجيبها لك. يلا بينا نحل النموذج التاني ونشوف اسئله جديده وافكار جديده. طيب بيقول لي اول ما يتاثر عند تعرض الانسان لجرعه اشعاعيه كبيره، في فتره زمنيه قصيره، المعده، لا احنا قلنا المعده ده لو تعرض لجرعه اشعاعيه صغيره بس في وقت كبير، تمام. طيب طب ايه اللي هيحصل؟ يعني مين اللي هيتاثر؟ نخاع العظام. طيب تاني سؤال بيقول لي تنحل نترات الصوديوم بالحراره ويتصاعد غاز النيتروجين. لو انت حليتها بدماغك هتعرف ان لا، مش النيتروجين. لو عايز تحلها كمعادله يلا نحلها. نترات الصوديوم NO3، قلنا لما تنحل بالحراره هتنحل لنفس المركب اقل اكسجينه، يعني هيديني
NO2 زائد O2 وارجع اوزن المعادله بتاعتي. هنا انا عندي الاكسجين 4 ودي حاجه ما تنفعش، فانا هحط هنا 2. طب كده ال Na بقت ب2، يعني المفروض احط هنا برضو 2. تمام، وارجع اوزن تاني علشان اشوف. 2 في 3 ب6، 2 في 2 ب4، و2 ب6. خلاص كده اتظبطت المعادله. طيب يعني هيتصاعد غاز مين؟ الاكسجين مش النيتروجين. يستخدم الاوميتر للتحكم في فرق الجهد بين طرفي الموصل في الدائره الكهربيه. احنا قلنا لا، امال مين اللي بيتحكم في فرق الجهد بين طرفي الموصل؟ قلنا المقاومه المتغيره اللي هي ايه؟ الريوستات. خلاص، الريوستات المقاومه المتغيره. طيب ما النتائج المترتبه على تفاعل الزيت مع الصودا الكاويه؟ هيتكون ماده صابونيه، تمام، او هيتكون صابون. الصابون ماشي. اذكر السبب. بتزداد سرعه التفاعل بزياده تركيز المتفاعلات. ما هو معنى ان انا زودت التركيز يعني عدد الجزيئات زاد، خلاص، فعدد التصادم زاد. ماشي، هقول لان عند زياده التركيز يزداد عدد الجزيئات وبالتالي يزداد عدد التصادمات. تمام. السؤال المهم اللي لا يخلو من امتحان. وضح على اساس وراثيه ناتج تزاوج ذكر وانثى ذبابه الفاكهه، كلاهما طويل الجناح. الاثنين كلاهما طويل الجناح، وكان الناتج 45 فرد طويل الجناح، تمام، و15 فرد قصير الجناح. يعني النسبة 3:1. ماشي. علما بأنه يرمز لجين الطول بالرمز تي والجين القصر بالرمز تي. لو انت مركز هتعرف تجيب الآباء، لو انت مش مركز مش هتعرف تجيب الآباء. هو هنا بيقولك ايه؟ كلهم طويل الجناح، كلهم طويل الجناح، يعني الفردين الأب والأم تي كابيتال تي سمول، تي كابيتال تي سمول، عشان بس تبقى عارف دي كده مين؟ الآباء، كده الآباء. طيب هنعمل ايه؟ نفك الأمشاج. هنفك الأمشاج، يعني هنفك دي بتي سمول وتي كابيتال، خلاص، وهنفك دي برضو لتي سمول وتي كابيتال. خلاص، اعمل ايه؟ قلنا الأول بيتجوز الأول هيديني تي كابيتال تي كابيتال. طيب والأول هيتجوز التاني هيديني تي كابيتال تي سمول. طيب التاني هيتجوز الأول هيبقى تي كابيتال تي سمول، والتاني هيتجوز التاني هيديني تي سمول تي سمول. طيب يعني لو شفنا النسبة هتبقى النسبة 3:1، 1 متنحي و3 سائد. خلاص، لو عايز تكتب نسب دقيقة هيبقى 25% سائد نقي، و50% سائد غير نقي، و25% متنحي. يعني هم عامة في الآخر النسبة 3:1، 3 سائد و1 متنحي. ماشي؟ ماشي. هنمسحها بقى، هنمسحها علشان نعرف نحل اللي بعدها. يلا بينا نكمل. عند تحريك زالق الريوستات من ألف لب، من ألف لب. طيب هحركه من ألف لب، يعني أنا كده هزود إيه؟ هزود المقاومة، عشان أنا هدخل كده المقاومة جوه، فالمقاومة هتزيد. طب لما المقاومة هتزيد شدة التيار هيحصل لها إيه؟ هتقل، وفرق الجهد هيقل. خلاص؟ طيب لأن بينهم علاقة عكسية، كل ما المقاومة زادت كل ما شدة التيار فرق الجهد بيقلوا، فهيحصل إيه في قراءة الأميتر وقراءة الفولتميتر؟ يقل. تمام؟ هيقلوا. طيب بيقول لك قيمة المقاومة ميم. قيمة المقاومة دي هيحصل لها ايه؟ قيمة المقاومة مش هتتغير، يعني هتظل ثابتة، هتظل ثابتة. بيقول لك تحتوي الوسادة الهوائية على مادة نقط التي تنحل عند حدوث تغيير مفاجئ في السرعة، على مادة أزيد
الصوديوم اللي هي NaN3. طيب نقص عنصر نقط في الطعام يؤدي الى نقص هرمون الثيروكسين اليود، عنصر اليود. سلك من النحاس بيمر فيه تيار كهربي شدته 5، تمام؟ عند زيادة شدة التيار المر للضعف. فاكر الامتحان اللي فات قال لك بمقدار. طيب طالما قال لك للضعف يعني معناها شدة التيار بتساوي 5 في 2. 5 في 2 بكام؟ ب10. 10 امبير. كده انا جبت شدة التيار. فإن قيمة المقاومة، هو هنا عايز قيمة المقاومة. اجيب بقى المقاومة ازاي؟ احنا جبنا خلاص شدة التيار عشان اقلل الضعف فضربت شدة التيار في الضعف. هو هنا عايز المقاومة. طب احنا عارفين ان المقاومة هي اللي بتأثر في شدة التيار وفرق الجهد، لكن شدة التيار ما بتأثرش في المقاومة. يعني المقاومة هتظل ثابتة، المقاومة هتظل ثابتة. طيب المقاومة بتتأثر بحاجات تانية، بطول السلك، بينهم علاقة طردية. كل ما طول السلك زاد كل ما المقاومة زادت، بدرجة الحرارة، مساحة السطح، لكن ما بتتأثرش بشدة التيار، يعني هتظل ثابتة. تمام؟ طيب ما المقصود بكل من تفاعل التعادل؟ تفاعل التعادل ده تفاعل حمض مع قلوي ينتج ملح ومية. تفاعل حمض مع قلوي ينتج ملح وماء. القوة الدافعة الكهربية بين طرفي مصدر كهربي 20 فولت. هقول له ايه؟ ان فرق الجهد بين طرفي مصدر كهربي، تمام، عند عدم مرور تيار بيساوي 20 فولت. لان انا قلت لك امتى بجيب القوة الدافعة الكهربية؟ بجيبها لما يكون المفتاح مفتوح. يعني ايه مفتاح مفتوح؟ يعني مفيش تيار كهربي. خلاص؟ يبقى اقول له ايه؟ ان فرق الجهد بين طرفي مصدر كهربي عند عدم مرور تيار كهربي بيساوي 20 فولت. تمام؟ بيقول لي عرف الغدد الصماء. قلنا دي غدد لا قنوية تفرز هرموناتها في الدم مباشرة دون المرور في قنوات. اتفقنا. طيب زي ما انا ما قلت لك ان مفيش امتحان هيخلو من سؤال المعادلة. بيقول لي وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كربونات الصوديوم. ده تفاعل إحلال مزدوج. كان إيه؟ كان حمض مع ملح، صح؟ صح. زي ما أنا علمتك وقلت لك فوق الصوديوم تحط Na. طب الكربونات CO3. وافتكر إن الكربونات تكافؤها ثنائي، وقلنا بنحصل تبادل تكافؤات، يعني Na2CO3. تمام؟ طب حمض الهيدروكلوريك احنا عارفين HCl. باقي بقى ان انا اظبط المعادله بتاعتي. المعادله بتاعتي بتقول ان Na2CO3 زائد HCl. يلا بينا نحل. احنا اتفقنا ان ال Na انشط من الهيدروجين، صح؟ لانه فوق الهيدروجين، يعني هيحل محله، يعني هيديني NaCl اللي هو اسمه ايه دوت؟ ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم. طيب اسال نفسي ايه اللي بقى CO3 و H. طيب يعني هيديني H2O زائد CO2. تمام؟ باقي خطوه كمان ان احنا نوزن المعادله. ايه المعادله؟ Na2 هنا ب2، هنا خرجت ب1، يعني هحط هنا 2. تمام؟ طيب الCl هنا ب1 وخرجت ب2، لان بص 2 في 1 ب2، يعني انا هحط هنا 2 وكده المعادله بتاعتي اتوزنت. طب تعالى اثبت لك ان هي اتوزنت. 2 صوديوم اهم 2 صوديوم. طيب الكربون 1 اهو، الكربون 1. طيب الاكسجين 3. تمام؟ الاكسجين هنا 3، هنا الاكسجين برضو 3. 2 و1 3. طيب الهيدروجين 2 اهو ب2. طيب الكلور ب2 اهو ب2. خلاص كده المعادله بتاعتي اتوزنت.
بيقول لي اثر الحراره على كربونات النحاس الخضراء. قلنا نكتب فوق النحاس رمزها، ومجموعه الكربونات قلنا CO3، الاثنين تكافؤهم ثنائي عشان كده مفيش ارقام تاني. طيب تعالى نفك CO3 بالحراره. اتفقنا ان انا عشان افكه بالحراره بيتفك الى مركبات ابسط منه. الCU هتاخد واحده O فهيديني CuO اللي هو اكسيد النحاس اللي لونه اسود، اوعوا تنسوا، زائد اسال نفسي ايه اللي اتبقى كربونه و2 اكسجين يعني CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. تمام؟ ما تنساش طبعا ان ده بيتصاعد وده كمان بيتصاعد، خلاص؟ عشان غازات. ماشي. بيقول لي استخرج الكلمه او العباره المختلفه واربط ما بين باقي الكلمات. فولت على امبير ده الاوم، ده قانون تكافؤ الاوم. وكولوم على الثانيه لا ده شده التيار. طب وفولت في ثانيه ده برضو الاوم. طيب وكولوم على الاوم برضو ده قانون تكافؤ الاوم. يعني ايه المختلف؟ كولوم على الثانيه، كولوم على الثانيه، لان كولوم على الثانيه ده بيكافئ شده التيار، خلاص؟ بيكافئ شده التيار. لكن الثلاثه دول بيكافئوا مين؟ الثلاثه دول بيكافئوا مين؟ بيكافئوا المقاومه، تكافؤ الاوم اللي هو يعني وحده قياس المقاومه، وحده قياس المقاومه. يبقى دوت بتاع شده التيار. الباقي دول الثلاثه دول بتوع مين؟ الثلاثه دول بتوع تكافؤ الاوم اللي هو المقاومه يعني. لون الجلد، فصيله الدم، عدد الاصابع، السباحه. لون الجلد ده صفه وراثيه، طب فصيله الدم وراثيه، عدد الاصابع وراثيه. مين المختلف؟ السباحه. طب ايه اللي بيربط الثلاثه اللي فوق ببعض؟ صفات وراثيه. صفات ايه؟ وراثيه. طيب بعد كده بيقول لي تدمير نخاع العظام، تغيير في تركيب الكروموسومات الجنسيه، تدمير الجهاز العصبي، تدمير الجهاز الهضمي. هنا ايه اللي مختلف؟ اللي مختلف عندي تغيير في تركيب الكروموسومات الجنسيه. طب ليه؟ او عرفنا منين؟ لان احنا قلنا ان الثلاثه دول بيربطهم ببعض ان ده التاثير الناتج عن تعرض لكميه اشعاعيه كبيره في زمن قصير. يبقى ايه المختلف؟ تغيير في تركيب الكروموسومات الجنسية. اللي قلنا بيربط الثلاثة ببعض التأثير للتعرض لكمية كبيرة من الإشعاع في زمن قصير. في زمن ايه؟ قصير. بيقول لي اذكر اسهامات العلماء. ركز كويس قوي، انت عندك في المنهج كله حوالي تقريبا 5 علماء، تمام؟ فلازم تحفظ العلماء كلها لان لازم في الامتحان يسالك على عالم على الاقل، تمام؟ بيقول لك واتسون وكريك عملوا ايه؟ ايه اسهامات واتسون وكريك؟ واتسون وكريك دول عالمين عملوا نفس الحاجه، وضعوا نموذج للدي ان ايه، نموذجا للدي ان ايه اللي واحده للدي ان ايه، خلاص؟ طيب بيدل وتاتم، العالم بيدل وتاتم دول اللي اوضحوا كيفيه عمل الجينات في اظهار الصفه. يعني كيفيه تحكم الجينات في اظهار الصفه، كيفيه تحكم الجينات في اظهار الصفه. وقلنا عملوا لنا فرضيه جين واحد انزيم واحد، وقالوا لك ان الجين بينتج او يفرز انزيم، الانزيم ده بيعمل على تفاعلات كيميائيه، التفاعلات الكيميائيه بتنتج بروتين، والبروتين هو المسؤول عن ظهور الصفه الوراثيه. بعد كده بيقول لي موصل كهربي مقاومته 1000 اوم، يعني المقاومه عندي كده 1000 اوم، وصل بمصدر كهربي جهده 100 فولت، الجهد 100 فولت. عايز كميه الكهربيه المره، تمام، في مقطع موصل خلال زمن قدره 100 ثانيه. طب انا اول لما المح كلمه 100 ثانيه هو عايزك بقى تجيب القانون من المثلث بتاع شده التيار، تمام؟ مثلث بتاع شده التيار اللي كان بيقول ايه على الزمن. طب هو عايز كميه الكهربيه يعني شده التيار في الزمن، شده التيار في الزمن. طيب هو دلوقتي
مش مديني شدة التيار، بس مديني الزمن. مديني ايه؟ الزمن. يعني انا المفروض دلوقتي اجيب مين؟ شدة التيار. يبقى اول حاجة لازم اجيبها شدة التيار. طيب هجيب شدة التيار ازاي؟ هو مديني مقاومة، ماشي؟ مديني مقاومة ومديني فرق جهد. هجيبها من قانون المقاومة، من مثلث المقاومة اللي هو كان بيقول ايه؟ م. طيب يعني عشان اجيب شدة التيار، شدة التيار هتبقى بتساوي ج على م. فرق الجهد على المقاومة. فرق الجهد بكام؟ ب100. طيب المقاومة بكام؟ ب1000. 100 على 1000 فيها كام؟ فيها الواحد من 10. 1/10 ايه؟ امبير، لان انا بجيب شدة التيار. كده خلاص هقدر اجيب القانون ده عادي جدا، اللي هو ك بيساوي ايه؟ ك بيساوي ت في زين. شدة التيار في زين. طيب شدة التيار طلعناها 1/10. الزمن بكام؟ ب100. طيب هيديني كام؟ هيديني 10. طب هيديني 10 ايه؟ كولوم، عشان دي كمية كهربية، يبقى 10 ايه؟ كولوم. بيقول لي ادرس الشكلين المقابلين ثم حدد اي الشكلين يمثل تيار ينتج من تحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه. انا قلت لك ان التيار المستمر بتتحول فيه الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه، لان مصدره ايه؟ خلايا كهروكيميائيه. خلاص، يبقى التيار المستمر. طب احنا عارفين ان التيار المستمر ثابت الشده والاتجاه، ثابت الشده والاتجاه، يعني دوت تيار مستمر. تيار مستمر. يبقى انهي شكل؟ شكل رقم 1 اهو، لان ده تيار مستمر. طيب قال لك التيار اللي لا يستخدم في عمليه الطلاء الكهربي. التيار اللي ما بيستخدمش في عمليه الطلاء الكهربي التيار المتردد اللي هو شكل 2. لان احنا قلنا مين اللي بيستخدم في الطلاء الكهربي؟ قلت لك التيار المستمر مش المتردد. طيب كسر الروابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. قلنا دوت ايه؟ ده التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي. قلنا القوة اللازمة لربط مكونات النواة ببعضها والتغلب على قوة التنافر الموجودة بين البروتونات الموجبة دي قوة الترابط النووي. قوة الترابط النووي، ماشي؟ طيب بيقول لي الخلايا التي يؤثر فيها الهرمون وتقع بعيدا عن موقع الغدد المفرزة لها. قلنا دي الخلايا المستهدفة. الخلايا المستهدفة. وخلي بالك ان هو ممكن يجيب لك السؤال بشكل تاني، مش لازم يجيبوا لك مصطلح، ممكن يقول لك عرف الخلايا المستهدفة. خلاص، دي الخلايا اللي بيأثر فيها الهرمون وتقع بعيدا عن موقع عمل الغدة الصماء. اذكر مثالا واحدا لكل من. هرمون مسؤول عن ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. قلنا ك يبقى الكالسيتونين. الكالسيتونين. طيب غاز بيسبب توهج عود ثقاب مشتعل. طب بالمناسبه دي انا عايزه اقول لك ال3 غازات اللي عندك بيعملوا ايه وازاي تفرق ما بينهم. خلاص؟ طيب يعني ايه اصلا عود ثقاب مشتعل؟ يعني عود كبريت. خلاص، عود مولع. تمام؟ طيب اول حاجه الاكسجين بيعمل ايه؟ بيزيد توهج عود الثقاب المشتعل. الاكسجين بيزيد توهج عود الثقاب المشتعل. طيب الهيدروجين بيزيد توهج عود الثقاب المشتعل وبيشتعل بفرقعه. يبقى انت لما تلمح كلمه فرقعه يبقى ده هيدروجين، لما تلمح كلمه يشتعل يزداد التوهج او الاشتعال ده اكسجين. طب لما يقول لك ان ينطفئ عود الثقاب المشتعل ده غاز ثاني اكسيد الكربون. انا كده فرقت لك ما بين ال3 غازات، هيجيب لك واحد ما بينهم، كده انا عرفتك الفرق ما بينهم. يبقى اكسجين بيزيد توهج عود الثقاب المشتعل. ثاني اكسيد الكربون قلنا بيعمل ايه؟ بيطفئ عود ثقاب المشتعل. الهيدروجين بيزيد التوهج بفرقعه. اتفقنا؟ يعني بيقول لي غاز يسبب توهج عود ثقاب مشتعل، قال لك توهج بس، ولا قال لك فرقعه، ولا قال لك يطفئ. يبقى مين؟ الاكسجين. الاكسجين. طيب بيقول لك نوع من النشاط الاشعاعي ينطلق اثناء التفاعلات النوويه والتي يمكن التحكم فيه. الحاجه اللي انا بتحكم فيها دي حاجه صناعيه. تمام؟ يبقى ده اشعاع نووي صناعي. اشعاع نووي صناعي. اكيد الطبيعي انا ما بتحكمش فيه. طيب ماذا يحدث عند فشل الجين في انتاج انزيم الخاص به؟ مش هتظهر الصفه الوراثيه. مش هتظهر الصفه الوراثيه. مش احنا متفقين ان البروتين
الجين بيفرز انزيم، الانزيم بيعمل على تفاعلات كيميائيه، التفاعل الكيميائي ده بيعمل بروتين، البروتين ده هو اللي بيظهر الصفه الوراثيه، يبقى عدم ظهور الصفه الوراثيه. الرسم المقابل بيوضح هرمونان تفرزهم الغده الدرقيه في الدم، وما المرض الناتج عن وصول الهرمون للنقطه اكس. طبعا احنا عارفين ان الغده الدرقيه بتفرز كام هرمون؟ 2، الثيروكسين والكالسيتونين. الثيروكسين بيعمل ايه؟ بيحول الغذاء الى طاقه، تمام؟ طيب الكالسيتونين بيظبط مستوى الكالسيوم في الدم. طب تعالى نشوف الرسمه. قال لك هرمون الثيروكسين ماشي بالمستوى الطبيعي، فجأة قل. طالما انا شايف الكيرف انه نزل لتحت، يعني هيعمل لي مرض الجويتر البسيط. الجويتر البسيط طالما ايه؟ الثيروكسين قل. ولو جه قال لك علل ليه الثيروكسين بيقل، هقول لعدم تناول اطعمه تحتوي على اليود، لعدم تناول أطعمة تحتوي على اليود. خلاص اتفقنا؟ طيب احنا كده خلصنا النموذج رقم 2. يلا بينا نحل نموذج رقم 3 علشان تبقى شفت أكبر كم من الأسئلة وازاي بتيجي، وما توقعش أبدا إن هيجيلك حاجة من المريخ مثلا. ما أنا وريتك جميع أشكال الأسئلة أهو، ولسه هنكمل. تمام؟ يلا بينا. النموذج رقم 3 بيقول لي الكمية الفيزيائية التي وحدة قياسها تكافئ فولت على امبير. قبل ما احل واتسرع، فولت على امبير يعني فرق جهد على شدة تيار، صح؟ صح. طب ده قانون ايه؟ ده قانون المقاومة. ده قانون ايه؟ المقاومة. طب المقاومة وحدة قياسها ايه؟ وحدة قياسها الاوم. خلاص، يبقى المقاومة الكهربية. بيحل فلز الصوديوم محل الفلزات التالية في محاليل أملاحها مع عدم. مين الوحيد اللي الصوديوم ما يقدرش يحل محله؟ اللي فوق الصوديوم. طب مين هو اللي فوق الصوديوم؟ فاكر الأغنية بوسي صاحبة باسم، صح؟ طب بوسي ده مين؟ بوتاسيوم. يعني ده أول حاجة، بعديه الصوديوم. الصوديوم ما يقدرش يحل محل البوتاسيوم، لكن يقدر يحل محل أي حاجة تحت البوتاسيوم، صح؟ صح. يبقى الحاجة الوحيدة اللي الصوديوم ما يقدرش يحل محلها البوتاسيوم، عشان البوتاسيوم أنشط من الصوديوم. تفرز الغده نقط هرمون بينظم النمو. مين اللي بيفرز هرمون بينظم النمو؟ الغده النخاميه. اذكر استخدام واهميه واحد لكل مما يلي. الطاقه النوويه في مجال الزراعه، قلنا القضاء على الافات الزراعيه. القضاء على الافات الزراعيه. طبعا تحسين سلالات الزراعه، يعني تحسين سلالات النباتات. خلاص. المحولات الحفزية في السيارات الحديثة بتعمل ايه؟ معالجة الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود. معالجة الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود. ماشي؟ طيب المقاومة المتغيرة أو الريستات بتعمل ايه؟ بتتحكم في شدة التيار. تتحكم في شدة التيار المار في الدائرة الكهربية. بتتحكم في شدة التيار المار في الدائرة الكهربية. وخليك عارف ان المقاومة بتعرف تتحكم في شدة التيار، لكن شدة التيار ما يقدرش يتحكم في المقاومة. امال مين اللي بيتحكم في المقاومة؟ درجة الحرارة، طول السلك، مساحة السطح، لكن شدة التيار ما بتقدرش تتحكم في المقاومة. خليك عارف، يعني لو جه قال لك ايه تأثير شدة التيار لو زاد على مقاومة، تظل ثابتة المقاومة. تمام؟ طيب لو قال لك مثلا ايه تأثير، تمام؟ ايه تأثير زيادة المقاومة على شدة التيار؟ هيقل شدة التيار، لأن كل ما المقاومة زادت كل ما شدة التيار قلت. خليك بس مركز في حاجة زي كده، احنا حليناها في الامتحان اللي فات. بيقول لك قارن ما بين لون الجلد في الانسان ومهاره لعب كره القدم. طبعا اكيد عارفين ان لون الجلد دي صفه وراثيه، طيب لكن اللعب دي صفه مكتسبه، يبقى وراثيه مكتسبه. التأثير على سرعة التفاعل، العامل الحفاز الموجب، سرعة التفاعل الكيميائي، زيادة سرعة التفاعل الكيميائي. هنا تقليل
اللي انا بكتبه ده، تقليل سرعة التفاعل الكيميائي. احنا اتفقنا ان العوامل الحفازة في منها نوعين، حفز موجب بيزود سرعة التفاعل الكيميائي، حفز سالب بيقلل سرعة التفاعل الكيميائي. طيب بيقول لي اكتب المصطلح العلمي، فرق الجهد بين قطبي البطارية في الدائرة الكهربية المفتوحة. ركز والنبي في الكلام، ركز والنبي في الكلام. طالما مفتوحة يبقى دي القوة الدافعة الكهربية، دي القوة الدافعة الكهربية. ماشي. بيقول لي كيس قابل للانتفاخ مطوي داخل عجلة القيادة في السيارات الحديثة. قلنا دي مين؟ الوسادة الهوائية. الوسادة الهوائية. طيب ارتفاع كمية الإشعاعات النووية وزيادة نوعيتها في البيئة. قلنا ده التلوث الإشعاعي. ما المقصود بكل من مقاومة موصل 100 أوم؟ أسأل نفسي إيه قانون المقاومة؟ قانون المقاومة بيقول فرق الجهد على شدة التيار، صح؟ يبقى هقول له النسبة بين فرق الجهد على شدة التيار بتساوي 100 أوم. يبقى النسبة بين فرق الجهد على شدة التيار بيساوي 100 أوم. طيب ما المقصود بكل من سرعة التفاعل الكيميائي؟ ده ايه؟ ده النسبة بين تركيز المتفاعلات وتركيز النواتج في وحدة الزمن. النسبة بين تركيز المتفاعلات إلى تركيز النواتج في وحدة الزمن. تمام؟ تمام. طيب الهرمونات قلنا دي رسائل كيميائية تنسق وتنظم معظم الوظائف الحيوية. رسائل أو مواد، رسائل كيميائية تعمل على تنسيق وتنظيم معظم الوظائف الحيوية. تمام؟ تمام. أجب عن الأسئلة التالية. اذكر 2 من التأثيرات التي تحدث للإنسان عند التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. قلنا إيه اللي بيتأثر؟ تدمير الطحال. يلا. طيب تدمير الجهاز العصبي. يلا. تدمير الجهاز الهضمي. يلا. ما تنساش كمان نخاع العظام. طيب احسب شدة التيار. انت عايز شدة التيار الناتج عن تدفق كمية من الكهربية مقدارها 6000 كولوم خلال مقطع من موصل لمدة 5 دقايق. هو يعني بيشغل دماغه عليك، وانت ولا عاش ولا كان اللي يشغل دماغه عليك. اسأل نفسك سؤال، هو الزمن ينفع اتعامل بالدقيقة؟ لا. امال بتعامل بايه؟ بتعامل بالثانية، صح؟ طيب عشان احول من دقيقة لثانية قلنا الكبير بيضرب الصغير. انا لو جيت سألتك الدقيقة اكبر ولا الثانية هتقولي الدقيقة، يبقى الدقيقة بتضرب في 60. عشان احول من دقيقة لثانية يعني من الكبير للصغير بضرب. طب من الصغير للكبير بقسم. ما تشغلش بالك، عشان احول من دقيقة لثانية هضرب في 60. يعني 5 في 60. 5 في 60 يعني ال60 دي 5 مرات. 60 و60 120. 120 و120 240. 240 و60 300. خلاص يبقى 5 في 60 ب 300. طب 300 ايه؟ 300 ثانية. 300 ايه؟ ثانية. طيب كده خلاص القانون معايا. كاف على زين. الكاف بكام؟ 6000. 6000 على ال 3000 ولا كام؟ 300. 6000 على 300 فيها ال 20 امبير. يبقى 6000 على 300 فيها كام؟ فيها ال 20 امبير. كده انا حليت المسألة. يعني هو مديك المسألة مباشرة، بس هو هنا عايز يحول من دقيقة لثانية. طيب بيقول لي انزيم نقط يوجد في البطاطا. اول ما تلمح كلمة بطاطا وانزيم هو الاوكسيدايز.
خلاص. بيقول لي في حاله الانفعال بيزيد افراز هرمون ايه؟ قلت لك في الانفعال او القلق او الخوف بيتفرز هرمون الادرينالين. الادرينالين. تمام. طيب تنتج الاعمده الكهربيه تيارا كهربيا مستمرا. اعمده كهربيه يبقى تيار مستمر، لان احنا قلنا ان تيار المتردد زي الدينامو، لكن مستمر اعمده كهربيه وبطاريات. طيب ماذا يحدث في الحالات الاتيه؟ زياده عدد النيوترونات في نواه ذره عنصر تصبح العناصر غير مستقره. غير مستقره. ماشي؟ يعني مشعه، يبقى تصبح عناصر غير ايه؟ مستقره. يعني ايه؟ يعني مشعه. طيب تقريب عود ثقاب مشتعل من فوائد انبوبه فيها كربونات نحاس اثناء التسخين. احنا متفقين ان كربونات النحاس لما تنحل بالحراره هتديني اكسيد النحاس الاسود وثاني اكسيد الكربون. فاكر انا قلت لك ان انا عندي الثلاث غازات اللي بيحصل في عود الثقاب مشتعل؟ قلت لك ان ثاني اكسيد الكربون بيطفئ عود الثقاب المشتعل. يبقى ايه اللي هيحصل لو قربت من ثاني اكسيد الكربون عود ثقاب مشتعل؟ هقول يطفئ عود الثقاب. يطفئ عود الثقاب. طيب ماذا يحدث؟ زيادة طول السلك للريوستات المنزلق في الدائرة الكهربائية بالنسبة لشدة التيار. تمام؟ طالما طول السلك زاد شدة التيار هتقل. تقل في ايه؟ في ايه؟ مالك؟ بعد كده بيقول لي الشكل المقابل بيوضح التلقيح الخلطي بين نبات بازلاء احمر مع نبات بازلاء ابيض. اجب عن الاسئله، استبدل الارقام بالرموز المناسبه. طيب الارقام اهي. بيقول لي 2 ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن ان R1 اتجوزت ده، يعني ايه؟ R كابيتال R سمول. طيب و3 بيعبر عن ايه؟ برضو بيعبر عن R الاولى اتجوزت R الثانيه، يعني R كابيتال R سمول. طيب 4 بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن ان R دي اتجوزت R2، يعني R سمول. خلاص؟ طيب يبقى فين رقم 1؟ رقم 1 هنا R لان بص لما فك الامشاج اداك R سمول. خلاص؟ يبقى رقم 1 R سمول. طيب رقم 2 R كابيتال R سمول. طيب رقم 3 R كابيتال R سمول. رقم 4 R سمول. قال لك اذكر نسبة الصفات المتنحية في النسل الناتج. المتنحية اهم الاثنين دول، يعني 50% متنحي و50% سائد غير نقي، يعني هجين. بيقول لك عند إضافة الفضة إلى حمض الهيدروكلوريك، فضة إلى حمض الهيدروكلوريك، يتكون كلوريد الفضة ويتصاعد غاز الهيدروجين؟ لأ. اوعى تقول لي صح. ليه؟ أسأل نفسي، هو الفضة هتحل محل الهيدروجين؟ لأ. طب ما هي مس رحومة قايله لك إن الفضة تحت الهيدروجين. الفضة تحت الهيدروجين معناها إن هي مش هتحل محله، يعني لا يحدث تفاعل. طيب بيقول لك ترك مندل نبات البازلاء تتلقح ذاتيا عدة مرات للتأكد من نقاء الصفة. أيوه سابهم يتلقحوا ذاتيا للتأكد من نقاء الصفة. طيب مقاومة الموصل الذي يسري فيه تيار كهربي شدته 12 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفي موصل 2 بيساوي 6 هو كده عايز المقاومة، يعني المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة التيار. فرق الجهد قلنا 2 فولت على شدة التيار 12 بيساوي 6 اوم. 2 على 12 فيها 6؟ لا فيها 2/10. تمام، يعني غلط ما فيهاش ال6 خالص. الكلام ده لو قال لي 12 على 2. تمام. طيب بيقول لي اذكر الفرق بين توصيل الأعمدة على التوالي وتوصيلها على التوازي. أول حاجة هقول له القوة الدافعة الكهربية في التوصيل على التوالي بتساوي مجموع الأعمدة.
بتساوي مجموع الاعمده. قلت لك لما نيجي نوصل على التوالي بجمع الاعمده كلها في بعض، صح؟ عشان كده لما يجي يسالك لو عايز القوه الدافعه الكهربيه تكون اكبر ما يمكن هوصل على التوالي. خلاص ليه؟ لان التوالي ده مجموع الاعمده. طيب التوصيل على التوازي، القوه الدافعه الكهربيه في التوصيل على التوازي بيساوي مجموع عمود، مش هكتب لك مجموع عشان ما تتلخبطش، مش مجموع، بتساوي عمود واحد فقط، بتساوي عمود واحد فقط. يعني لما تكون موصله على التوازي باخد مجموع عمود واحد بس، ده كده القوه الدافعه الكهربيه. يعني لما يجي يسالك ازاي يكون عندي قوه دافعه كهربيه اقل ما يمكن اوصل على التوازي. ليه؟ لان التوازي باخد قيمه عمود واحد فقط. ماشي، قيمه عمود واحد فقط. طيب بيقول لي اكتب الصيغه الكيميائيه للملح المتكون. قال لك حطيت ايه؟ ده غاز وده حمض الهيدروكلوريك وخرسين. اكتب المعادله ZN زائد HCl. قلنا ZN انشط من الاتش فهيديني ZnCl2، وانا فهمتك قبل كده ال2 دي جت منين. طيب وتصاعد غاز الهيدروجين. طب نيجي نوزن، الكلور هنا ب2 وهنا ب1، يعني محتاجين نحط هنا 2 كده. تمام، الاتش بقت مظبوطه والكلور بقى مظبوط والدنيا تمام. عايزه الصيغه الكيميائيه للملح المتكون اهو، ملح كلوريد الخرسين، كلوريد الخرسين. ماشي. طيب اسم الغاز المتصاعد الهيدروجين. ازاي اكشف عن الهيدروجين؟ قلنا بتقريب عود ثقاب مشتعل هيشتعل بفرقعه. علل لما ياتي ضروره احتواء طعام الانسان على عنصر اليود. هقول لان عنصر اليود يدخل في تركيب هرمون الثيروكسين، وهو ضروري لعملية الأيض الغذائي أو التحول الغذائي. طيب تحفظ الأطعمة في الثلاجة. ليه بتحفظ الأطعمة في الثلاجة؟ لأن درجة الحرارة المنخفضة تقلل من سرعة التفاعل الكيميائي. هقول لأن درجة الحرارة المنخفضة تقلل من سرعة التفاعل الكيميائي، وبالتالي توقف أو تبطئ نشاط البكتيريا. انا قلت لك قبل كده ان البكتيريا بتنشط في الجو الحر، يعني كل ما درجه الحراره كانت عاليه كل ما البكتيريا بتفضل تنشط، عشان كده الاكل بيبوظ بره الثلاجه. طب انا عايز الاكل ما يبوظش، بعمل ايه؟ بحطه في الثلاجه، لان لما بدخله الثلاجه درجه الحراره بتقل، فاللي بيحصل سرعه التفاعل بيقل، ومعنى كده ان البكتيريا بتوقف نشاطها او بتبطئ نشاطها، فبالتالي الاكل مش بيبوظ. اتفقنا كده. انا حليت لك 3 نماذج، وفي ال3 نماذج احنا شفنا كم اسئله كبير، فاتمنى ان انت تتفرج على الفيديو من الاول للاخر. وطالما وصلت لهنا فبقول لك ربنا معاك، وان شاء الله باذن الله تقفل العلوم. طبعا طول ما انت معايا كده يعني لازم تقفل. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وعلى خير، واعمل لك حاجات حلوه جدا الفتره الجايه. وباي باي.